جاب لي يا اخي فارس ولد ابو مهدي يا اخي، جاب لي هذا المشاوي. ايه قلت لك انا رحت الراس عادم ياكلوه بكره مع الكسكسي. ايه مبخر، لا الراس يتكلم مبخر. انا قد شفت هذاك، شفتهم بيحرقون في الشوارع يا اخي، خلوا الدنيا ايه مغبره، ايه كلها مغبره. احلى اللي ما عمل هذيك ما يسمى يعني. لا انا كأنه عيد الاضحى. دوست عيد نادر اليوم، عشت كانني مغربي ولبست هذا وذبحت وكل شيء. حضرت حتى مع اللي يشوطوا الراس، هذول اللي يحرقوا الراس. انا شوطتها انا. الله 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 الله. انت يعني انا عشتها بكل تفاصيلها والله العظيم. يعني المقطع بس جاب لي ربو تاثرت ايه يا اخي حرق لك شعار، قاعد انت تحرقوا الشعار. واحد جاء عنده غاز، دبه هي بهذاك حق النار، ايه الشاليمو قاعد يحرقن. ورحت لازم. انا رحت حي شعبي في كذا، شعبي عادي من الناس العاديين جدا. يعني انا تعمدت اني اروح عند ناس عاديين، واتضح انه ما شاء الله الفقير والغني بيذبحوا الخرفان، ما شاء الله لا قوه الا بالله. المغرب كله ذابح، يعني ما تلاقي بيت ما ذابح. ان شاء الله يبيع اللي حيلته، اللي قدامه واللي وراه، من اجل انه يشتري خروف العيد. ضروري. انا رحت حي اسمه بورشيد، حاجه بورشيد هكذا. ايه برشيد، حي برشيد. يا حي بورشيد وقديم مولاي رشيد، حي مولاي رشيد. مولاي رشيد ايوه. اوكي. وما اجملهم يا اخي، عادهم على الزمن القديم، الجيران يزوروا بعض. وانت مشيتي لقلب كازابلانكا، حي مولاي رشيد، راك مشيتي الى ايوه الى قلب كازابلانكا. انا تعمدتها والله دوست نهار نادر جدا. يعني انت بحي مولاي رشيد شوطت الراس مع الناس. أيوة. وذبحت يعني الخروف. والله انت اعطيت رسالة الى من يقول سيأتي اسعد الشرع ونفعل فيه ونقول له ونضربه ونا هذا انا اسعد الشرع من قلب. 3 خرفان نحرت انا. ايه لا، هذا اسعد الشرع من قلب حي مولاي رشيد. يشوط الراس في عيد الاضحى. وتعرف لقيت فندق للخرفان، شفتوا انتم فندق الخرفان؟ ايه عادي، هذا حصري بالمغرب. وواي فاي، عاملين لهم واي فاي وكل شيء. وكومبلمنتري فود. ايوه، ومساج للخرفان عشان يموتن براحتهم. والضمان يغطي 100%. ايوه، اذا ضاع ولا انسرق ما مضمون. الكل مضمون، فلوسك ترجع ما تخاف. الحي الذي انا ذهبت اليها اليوم، والله العظيم يا جماعه اني رايت اشياء بغض النظر عن طقوس العيد، لكن لاحظت انه هذا الاخ ابو يونس الذي انا نزلت عنده، ما اعرفه انا، الرجل هذا ما اعرفه. كذا اخترت اسره، راسلوني على الخاص، قلت خلاص عندكم، انا عندكم، باجي عندكم، واخترتهم. ولاحظت انه كمل ذبح الخروف دياله، وراح ذبح حق الجيران، وبعد حق الجيران. ايه ضروري. والجيران جو ذبحوا معاه، يعني يذبحوا اول واحد وبعدين يروحوا كلهم يذبحوا الثاني، وهكذا. ايه هذا هو المغرب. وكل واحد عنده بلفاف، ومع هذا الجار يذهب بلفاف يعطي للجار هذا، وهذاك يعطي هذا، وهكذا. واليوم الثاني بتكون على الكتف. على الكتف، ياخذوا الكتف ويروحوا عند الجد. ايوه يعني شوف، لازم تركز على كيف يتم تقسيم خروف العيد في المغرب، فله